مش عارف ازاي عملت اكتر من 200 فيديو وبقالي 3 سنين عمري ما اكلت الاكله دي ولا صورتها، عشان للاسف محدش خلال الفتره دي كلها خلاني اتحمس بربع جنيه عشان اجي اجرب الاكله دي. ميه ولبن وبيض وملح وسكر وزبده ودقيق وقلب يا معلم يبقى الكريب. انا واحد من عشاق مصر الجديده والكوربه باجواءها الجامده، طلبت معايا باكل كريب فلقيت المكان ده، فيلا بينا نشوف هطلب ايه وايه اللي هيعجبني وايه اللي هيطلع عادي واي كلام. الجامد قبل ما اطلب بقى لقيت اوفر حلو قوي، اي كريب حادق مع كريب شوكولاته هديه، فيلا بينا. ابتدي باول حاجه بقى كريب سوبر كرانشي، عباره عن ميكس تشيز كده وزيتون وفلفل وسموك تركي، وانزل بقى بصوص شيدر وتوابل، واخر حاجه بقى فراخ بانيه بتتقطع كده هوب بتنزل، وفي الاخر بقى صوص مايونيز، وقفل يا معلم ويلا بينا. كريب سوبر كرانشي بسم الله. رقم واحد عجينه الكريب، يعني لوحدها غير بقى تسويتها المتحمصه دي شويه لوحدها تتاكل حاف، بس مسكره فعلا، يعني ملح وسكر استغربت ان ازاي بتحط عليه ملح وسكر عشان يطلع الطعم الجامد ده، ومظبوطه يعني الريسبي بتاعت العجينه بتاعت الكريب حلوه قوي. بالنسبه للانجريدينتس بقى الفراخ مع السموك تركي مع الفلفل والزيتون والجبنه، يعني في ميكس تشيز كده وصوص مايونيز، عايز اقول لك كل حاجه مش اوفر، يعني تحس ان في ميكس كتير وصوص وبتاع. الانجريدينتس اللي جوه الكريب يعني بص من كتر ما مليانه ممكن تاكلها عادي بالشوكه، عظيم جامد فينك من زمان ماما قوي. الجامد بقى ان هم عندهم كريب ميني نفس العجينه بالظبط، بس الفرق 2 سم اللي انتوا شايفينهم دول بقى بيخلوا الفيلنج اللي جوه الكريبايه يبقى قليل طبعا. طلبته هوت دوج، انزل بالهوت دوج فلفل بقى وزيتون وشويه توابل، قلب على الجريل مع الميكس التشيز كده، وانزل يا باشا على الكريبايه مع صوص الشيدر ومايونيز، يلا بينا بسم الله. هنا بقى العجينه طريه، اللي بيحب العجينه تحميصتها تبقى كده تمام، اللي بيحبها متحمصه زي اللي فات، انا بالنسبه لي فات اجمد بكتير، تحميصه الايه الكريبايه هي نفس الجمدان، الكريبايه مسكره حرفيا تتاكل حاجه حلو قوي. الهوت دوج لطيف مع الزيتون والميكس تشيز كده وصوص مايونيز جامد الصراحه، مشوح كده على الجريل طعمه حلو مع التوابل كده جامد لطيف. بس انا بالنسبه لي السوبر كرانشي برده مش قادر افرق خالي. ده بقى كريب شوكليت بيطلع كده يتغرق شوكولاته، لف يا معلم قطع، ناخد كده قطعه صغيره وبسم الله. طبعا بقى ايه حمص، بص متحمص ازاي متغرق شوكولاته، يلا بينا بسم الله. لا ده عالمي، كواليتي الشوكليت حلو قوي، عجينه الكريب ولا كلمه، تحمصتها لا خطير. بما انه جامد في الكريب قلت بالمره اجرب الفطيره عنده عشان يبقى التجربه كامله بقى، اقول لكم ايه اللي جامد وايه اللي تفككم منه. نفس الكلام في الفطير، اي 2 فطيره وسط معاهم فطيره شوكليت فور فري. طبعا جبت السيجنتشر بتاعتي فطيره سجق جبنه. منظري وانا واقف اتفرج على الفطيره وهي بتتعمل صراحه كنت هموت اخش جوه كده اكل. يلا بينا بسم الله. انا بالنسبه لي الفطير ده شويه حاجات، الصنايعي اللي بيعمل العجينه طلع عجينه مظبوطه، الانجريدينتس اللي جوه الفيلنج اللي جوه بيتحط في الفطير نظيف كواليتي جبنه الكلام ده كله، طريقه السوا، الثلاث حاجات دول لو اتظبطوا في الفطيره تاكل فطيره عظيمه. دي بقى فطيره سوبر سوبريم، عباره عن ميكس تشيز كده ما بين الموتزاريلا والرومي، بينزل بقى سلامي وروز بيف وبسطرمه مع خضار وزيتون، وقفل يا معلم خش الفرن طلع. شايفين السوا بتاعتها؟ السوا مظبوط، ويلا بينا يا معلم بسم الله. البسطرمه مش حادقه خالص، فبالانس مع كل حاجه. عارفين الجامد ايه؟ ان الحشو مظبوط مش اوفر، يعني انا باكل الحاجه حاسس بطعم كل حاجه كتير قوي، فطيره حلوه الصراحه. اللي بيحب الميكس اللحوم سوبر سوبريم يعني دي هتعجبه قوي. كفايه حادق بقى نخش على الحلو، فطيره شوكولاته نفس الكلام، فطيره جواها كاستر، قفل يا معلم غرق بقى شوكليت من فوق مع وايت شوكليت، ناخد بقى قطعه كده بسم الله. الجامد وللاسف ما بقاش كتير ان كل البرودكتس اللي بيستخدموها مصريه 100%، شوكليت بقى وكاتشب وحاجات كتير قوي الصراحه. كواليتي الشوكولاته، الفطيره نفسها الصنعه بتاعتها القرمشه والكلام ده كله والسوا بتاعها، بلس بقى ان الفطيره اصلا محشيه كاستر متغرقه كاستر، لا والميكس الوايت شوكليت بقى مع الشوكليت عالمي الصراحه. وصايع قوي ان انا اكل حاجه حادقه مع حاجه حلوه، يعني الاوفرز اللي هم عاملينه بتاع الحادق والحلو ده عجبني قوي الصراحه، صايع يعني هتاكل هتحلي عندهم، والاثنين جامدين. واختم باخر حاجه بقى بيتزا على اسم المكان تقريبا، بيتزا نصها حلو ونصها حادق كده بقى، انتوا عرفتوا انا فين، المكان حلو اند حادق. يلا بينا بقى بيتزا نصها تشيكن رانش ونص الثاني شوكليت، ناخد بقى سلايس كده من التشيكن رانش، زيتون وجبنه فراخ وفي الاخر صوص الرانش مع فلفل كده بسم الله. لطيفه يعني انجريدينتس حلوه قوي، والعجينه تمام حلوه. انا بالنسبه لي برده الفطير والكريب حته ثانيه خالص. ناخد بقى سلايس كده شوكليت عليها كاستر كده ومتغرقه من فوق شوكليت وايت بسم الله. لا بقى يعني عايز اكل بيتزا في الشوكليت احلى بكتير من العاديه، لا الحلو فيها خطيره، ميكس الشوكليت كده مع الكاستر والعجينه فشيخه. غير الكريب والفطير والبيتزا عندهم باستا بكل الانواع، نجريسكو باستا سي فود، كل الاوبشنز موجوده. المكان حلو اند حادق في مصر الجديده جنب مستشفى كليوباترا بالظبط، قاعده بره لطيفه، قاعده جوه كده في التكييف برده على الرايق الصراحه. المكان ده بالنسبه لي اكتشاف في الكريب والفطير بتاعه عالمي، ولو انت بقى عايز تغير تاكل بيتزا او باستا برده موجود، بس اللي انا اجيله مخصوص الكريب والفطير. المكان ده حرفيا يستاهل شير، سيف للفيديو ومنشن لصاحبك، وهفضل اقول له كل فيديو نشير اي حاجه بتدعم القضيه، الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش. سلام.